اول مرحله ديال التغيير هو الوعي، وهو انك خصك تفهم شنو تيوقع في الكور ديالك، وشنو هي الحاله اللي عندك انت، وفين بغيتي توصل. واش بغيتي تبقى عايش على نفس نمط الحياه اللي غادي يوصلك لواحد الامراض، ولا هاد الاعراض ديالك بغيتي تنقصهم. هنا فين بدات الرحله ديالي، اني كنقلب على الحلول اللي تخليني نكون في صحه جيده، وانني هاد الاعراض نقص منهم على قدر المستطاع. شنو درت انا باش نبدل نمط الحياه؟ اول حاجه اللي عاونتني هو دورت راسي بالناس اللي تهما عندهم نفس الفكره. لو سيركل ديال كي يقدر يعاونك انك تكون انسان احسن، ولا انسان غير كيتدهور. كيف كيقولوا الناس الوالا مع من شتك مع من شباتك. انا تصاحبت مع الناس اللي غادي يعاونوني انني نطور من هذه المعلومات، نتعلم وصفات في الدار نصوبهم. بحال مثلا وليت مولوعه باي حاجه كتصوب في الدار، كندير لي كونسير في الدار، طون نصوبو في الدار. اي غوسيت طاحت بين يديا غادي نرجعها صحيه. تخلصت من الطحين الابيض واي حاجه كنعجنها بالطحين الكومبلي، وفي عوض ما غندير الروز غندير الكينوا ولا غندير هربل. يعني ولات عندي وليت اكل صحي، وليت فرحانه. الناس ملي كيجيو عندي تيسولوني، وليت من ريفيرونس على بوتينه. منين نشري الحاجه الفلانيه، فين كتشري لي ليغوم بيو ديالك، فين كتشري لي ليغوم فلاكتو فيرمونتي. وليت من ريفيرونس، وهادشي كيكون في حقيقه فخر ملي كتوصلي ليه. وليت فريمون استاذه ومتضلعه في اي حاجه عندها علاقه بتوجدي الحاجه في دارك. فعاد ما غادي نشريها مش نصوبها لراسي. هنا كنتهلا في راسي وكنتهلا في وليداتي، لاني دابا انايا وليت مسؤوله على صحتهم، باش ما يمرضوش في البرد 5 و6 و7 المرات، ويكونوا مجبرين يشربوا بزاف لي زونتيبيوتيك، وكل ساعه غادي نجي للطبيب بحال الدراري اللي كاينين دابا. انا كندير لي فوق انني نطيب لهم اي حاجه تشهوها في دارهم، باش هكا يحيدوا شهوتهم ويكونوا كلاوها بطريقه صحيه. وليت متفننه في هذا الامر، يعني كناكل كل شيء بدون حرمان. انا كنعطي ليكزامبل ليهم، يعني كناكل بحالي بحالهم. الا تجينا نصوبوا شيبس ولا تجينا ناكلوا فريت كنصوبوا في الدار وكنلعبوا عليها تشهاو، كنصوبوهم في الدار. اي حاجه تخيلتوها في مخكم كنصوبوها في الدار. في الاول كانوا كيضحكوا عليا، ما نكذبوش عليكم، ولكن ملي كتكون قناعه كبيره وجايه من الداخل ديالك، حتى واحد ما كيأثر فيك، بالعكس كيعطيوك غير لينيرجي باش تبرهني لهم ان الفكره ديالك على حق. والحمد لله ملي كنشوفوا راسنا ما كنمرضوش بزاف وما كنحتاجوش دوايات بحال العائلات الاخرين، كنقولوا الحمد لله رحنا في الطريق المزيانه. يكفي اني الحمد لله وصل كورونا، اللهم لك الحمد، انا والزوج ديالي ما كناش مرضنا به، ما احتاجينا الفاكسان والدوايات داكشي اللي دازو منو الناس كاملين. دونك الحمد لله هادشي كيف. دونك في هاد التجربه ديالي ديال البحث عن صحتي نسميوها هكا، تعلمت بزاف ديال الحوايج، استغنيت على بزاف الحوايج، واهم حاجه ربحت الثقه في نفسي وفي القناعات ديالي. خلاتني انني ما نديهاش في ناس واحد اخرين، خلاتني انني نقوي الشخصيه ديالي، انني نحب راسي وانني نكون اولويه راسي. فهمت ان الحركه بركه، حركه غادي تعاوني انني نتعايش مع هاد المتلازمه. كندير كنخيب وكنغيب، ولكن على مجمل الامر الحمد لله وليت كنبغي راسي اكثر انفيستي مع راسي اكثر. يعني كنحاول نعس بكري على قدر المستطاع. كان لي زونط نيجاتيف انا مستغنيه عليهم. الا كانت شي اغنيه غادي تاثر فيا انا عرفتها غتاثر فيا، والهضره السلبيه مع الناس كنبعد منهم، حيت انا عارفه اي حاجه سلبيه كتخوى وغتاثر ليا على لونفي ديال الماكله، وغنمشي نتلح الماكله. علاش انايا ادي نفسي؟ دونك نتخلص من هذوك الناس السلبيين في حياتي، لاننا انا واحد الانسان اللي بغيت نكون دايره غير بالطاقه الايجابيه وبالحاجه زوينه، وكان دائما كنقلب على الحلول ماشي على المشاكل. هنا بنيت واحد الشخصيه الحمد لله انا فرحانه بها، والحمد لله انا فرحانه براسي اليوم، لان ملي كتكون عندك الوعي. دونك الالتزام هو السر ديال الاستمراريه اللي كتجي عن قناعه. قناعه الحمد لله ديالي كبيره بزاف اني نتهلا في راسي، لاني كنقول مع راسي بغيت نكبر مع وليداتي وانا بصحتي، ومن مسؤوليتي نعطيهم واحد الوعي حتى هما غادي يكبروا به، لان اي حاجه زرعتيها فيهم كتحصديها على المدى الطويل معاهم. حاجه واحده اخرى اللي نميت فيا
ان باش ما يكونش عندي داك الاكل العاطفي، ان وقتي نعمرو، اني نخدم، اني نطور نفسي، اني نحضر دي بود اللي يطوروا من عقلي، من الروح ديالي، نغديها حتى هي. لان كنت عندي بزاف ديال الاكل العاطفي، نكون مقلقه ناكل، نكون معصبه ناكل، نكون فرحانه ناكل اكثر من القياس. بالليل ملي نعسو الوليدات نمشي نقلب على شي باك دو شيبس، هذاك الاكل اللي ما عنده حتى شي نفع، غير تيخرج علينا وتطلع الالتهابات والسموم والكوارث العظمى. قررت انني نغدي العقل ديالي، واهم حاجه اللي عاونتني انني خدمت ولهيت الوقت ديالي في شي حاجه كتعجبني. دائما كنت ضد اني نخدم عند الناس، لقيت خدمه اللي من داري من تليفوني وانا مع وليداتي وامون ريتم، وكتنمي في احسن حاجات فيا. دونك لقيت راحتي وانا الحمد لله مستمر عليها. دونك حتى لو فات ان يكون عندك وقت الفراغ بلا قياس كيخليك تفكري في افكار سلبيه، الحمد لله ما بقاوش عندي، وكيخليك تاكلي بلا قياس، الحمد لله ما بقاش عندي، وكيخليك انك تقلبي على فين تضيعي الوقت. يعني فيما كانت شي عشيه كتلاحي فيها وكتقلبي وهذوك العشيه شنو كيكون فيها؟ كيكون فيها كثره الحلاوه وكثره النميمه بلا فايده. دونك انا الحمد لله ما بقاتش رجليا غير نشرها. فيما كانت شي جمعيه كنتلاح، وقتي ولا ثمين عنده قيمه، نحب نستثمروا في خدمتي او في الوعي ديالي، نتكون نفسي، حس ليا من انني غنضيع وقتي في الخوى الخاوي. وهذا امر عاوني. الحاجه المهمه اللي بغيت نذكر انك انت هي السبب ديال السعاده ديالك. حنا كنبقاو معلقين السعاده ديالنا يا شخص، يا خدمه، يا ماكله. الا كنتي انت سر السعاده ديالك وليفولوسيون التطور ديال نفسك هو مصدر السعاده ديالك، هذاك الشيء كاع اللي داير بك ما كيأثرش فيك، ما تيخليكش انك تكوني محبطه ومنهزمه ومكتئبه وكتقلبي غير فين تخوي الفراغ العاطفي اللي عندك في الماكله، ولا تضلي تبكي ولا تضلي تشكاي. هذاك الفراغ العاطفي ملي كتعمريه وكتكوني انت سر السعاده ديالك، كتكوني انت هو مصدر الكون بالنسبه لك. وكنشوف ما كنكومباري راسي مع حتى شي واحد، كنقارن راسي انا كي كنت داك العام كي وليت هذا العام، واش هذا التطور انايا عجبني ومازال غادي نطور، وشنو هما الاليات، يكون عندي واحد البرنامج، يكون عندي واحد الاستراتيجي باش نوصل لواحد البلاصه انايا راضيه عليها. دونك هذا هو المهم، هو نفسك تكوني كتشوفي في المرايه بحال هكا، كتشوفي راسك غير نتيا في التليفون في التصويره، تكوني غير نتيا، ما كتقارني راسك بحتى شي واحد، ما معذبه راسك بحتى شي واحد. نتيا هو لونيفير. يعني كتكوني كتحقي هاد الحوايج كوني اكيده الماكله كتولي تغذيه، ما كتكونش تعمري بها بحال كتبغي تسكتي واحد الحزن، كتبغي تسكتي واحد الالم، كتبغي تسكتي واحد الفراغ، واحد الملل. لا، انا عندي حوايج اخرين اعمق واحسن وافضل من انني حاضي الثلاجه وكندخل وكنخرج ليها. هنا كنولي كنقاد الهرمونات ديالي، هنا كنولي كنحترم نفسي، هنا كنولي كنبغي نفسي. وكوني اكيده ملي كديري هادشي كامل، هاد الاحساس ديال لا ساتيسفاكسيون ديال ليبانويسمون كيخليك تنسى جميع اوجاع الماضي وجميع الجروح اللي دزتي منهم، حتى كتكوني وصلتي واحد الدرجه ديال الفرحه اللي كتنسيك اي حاجه كضرك. دونك شنو هو الا بغيت نقول جوج ثلاثه الكلمات خلاصه لهذا الامر؟ الاكل العاطفي تيبعدك منه، الاستثمار في النفس، الخدمه في شي حاجه كتعجبك، وانك تحبي نفسك وتكوني اولويه نفسك وتدوري راسك بناس ايجابيه، واحد البيئه اللي كتخليك تطوري من نفسك وتكوني احسن فيرسيون من راسك.